مريض السكر أكبر حلم عنده إنه يبطل الدواء. هل ده ممكن؟ في الحقيقة أيوة. مريض السكر من النوع الثاني ممكن يبطل الدواء ويستغنى عنه تماما. بس قبل ما أقول لكم إزاي، تعالوا نعرف ببساطة إيه حكاية مرض السكر. في الحقيقة السكر نوعين. النوع الأول بيعتمد في علاجه أساساً على الإنسولين، وبيصيب الناس في مرحلة الطفولة وليه أسباب مختلفة. إنما النهاردة أنا هكلمكم على السكر من النوع الثاني. سببه الرئيسي مقاومة الخلية للإنسولين. إحنا في أفيتان كلينيك بنعتمد أساساً على تناول السبب الرئيسي وجذور المشكلة، وهي مقاومة الإنسولين، وده من خلال برنامج ميتابوليكس. وهو برنامج متكامل انتجريتيف بيبدأ بتقييم كامل لحالة المريض، وبعدين بيمر بمراحل علاجية متعددة، وفي النهاية في خلال شهور قليلة جدا المريض بيستغنى عن الدواء لما يلتزم بالبرنامج، ويبقى هو ده أسلوب الحياة اللي بيمارسه. ومش بس بيؤدي إلى الاستغناء عن استخدام الأدوية وشفاء المريض من سكر من النوع الثاني، إنما بيحسن كمان من الكواليتي اوف لايف. وفي اليوم العالمي للسكر أتمنى الرسالة دي توصل لكل الناس إن السكر من النوع الثاني ما هواش بقى الوحش اللي بيخوف الناس، ونتمنى ليكم الصحة والعافية. معاكم الدكتور سمير ماهر، استشاري التغذية العلاجية، أفيتان كلينيك.